السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. نكمل القصة بتاعت امبارح، نقول كملتها. والله مرعبة، والله مرعبة مرعبة فعلا. المهم الراجل، الاتنين اللي جابوهم عشان يستكشفوا المكان المرعب في الشقة اللي هي الأوضة بتاع البنت اللي مرضيتش تنام فيها، لما ضرب الكشاف على الشباك اللي باصص على المنور، قلتلكوا حصل زلزال شديد. نتيجة عن ايه؟ هتخمنوا ولا اقول انا؟ هقول لكم ايه عشان مش عايزه اتعب دماغكم. الزلزال القوي ده، دي خلي بالك، موجود في معظم العماير الكبيره او الصغيره موجوده، بس بالحجم ده انا مش عارفه. سلام قول من رب رحيم. لما ضرب الكشاف والحاجه ده، الشبح او اللي زي النخله دي، وقعت وطلعوا يجروا تحت في المنور. ما هو بيتهم وبراحتهم، فتحوا باب المنور ودخلوا في المنور عشان يشوفوا فيه ايه. واخدين بالكم؟ سلام قول من رب رحيم. عمركم ما هتتخيلوا فيه ايه، والله عمركم ما هتتخيلوا. حفرة في الحيطة، دايرة واسعة كبيرة، والعمق لجوه، العمق لجوه خالص، وبيضربوا الكشاف لجوه. وإذ بتعبان كبير كبير على جد ما تقولوا قولوا. أيوة، تعبان ووالد كمان، يعني تعبان وولاده. بيطلع بيلف في المنور، يطلع فين الله أعلم، بيجي منين الله أعلم. يطلع بالليل يسرح ويروح راجع تاني الحفرة، يدخل جواها، يفضل نايم النهار كله ويسرح بالليل. ايه اللي بيجرى؟ ايه اللي حصل؟ إيه، شر ولا خير الله أعلم، خير ولا شر الله أعلم. التعبان ده وسلام قول من ربنا موجود على فكرة في أماكن كتيرة بالمنظر ده. وأنا شفت الحفرة بنفسي، أنا شفت الحفرة بنفسي. الراجل ما قدرش يسد الحفرة، الراجل ما قدرش يسد الحفرة، لأن دي كانت مبنية بالخرسانة، حيطة مبنية بالخرسانة، اتحفرت ازاي الله أعلم. كل اللي عمله الراجل إن هو جاب باب حديد يعني فيما بعد جاب باب حديد شديد، خلى حداد يعملوه له، وراح ركبه على الحفرة دي، ركبه على الحفرة دي. يعني باب عامل زي باب الجلع الشديد. فسبحان الله العظيم. هل اختفى؟ اختفى، مش هقول لكم لا اختفى، بس يعني كام يوم قاعد يضرب في الباب ضرب شديد، كأني بالظبط كده قوة شديدة بتضرب في الباب عايزة تفتح الباب. بس بعد كده، لأن هو الراجل بعد ما عمل الباب عمل وراه بتاع زي معرفش سيوخ حديد كده، قفل الباب تاني من بره. المنظر مهول، والله انتوا مش مصدقين، المنظر مهول. سلمكم الله. تعبان تخين وطويل وكبير وليه انياب، وليه انياب شديده. ده كويس ان هو ما اذاش حد في البيت. شفت الواقعه دي في كذا بيت، بس بالحجم ده انا ما شفتوش. بالحجم اللي حصل ده، زلزل عماره 7 ادوار على شقتين، يعني عماره ليها اساس، بالمنظر ده ما اعتقدش. التعبان رهيب. عافاكم الله يا رب وعافى الجميع. الراجل زي ما قلت لكم سنكر واللي عمل وامن الدنيا، بس ما ارتاحوش في البيت، سابوه قفلوه مشوا. خافوا، بس هو ما باعوش، قفلوه مشوا. رعب. اللي يهد حيطة عرضها قلبين او 3 الله اعلم بكام، سهل انه يوجع باب حديد. وربنا يسلم الجميع.